انا قاعد مع مادة على القهوه بنلعب دورين دومنا، لقيته بيقول لي انا معايا فلوس في الحساب مركونه، وللاسف مركونه في الحساب الجاري، فعايزك تقول لي اعمل ايه عشان خاطر يجي عليها اي عائد. قلت له طب ما تحطها في حساب التوفير. قال لي ما المشكله بيجي لي شيكات تتصرف في نص الشهر، فطبعا لو انا حطيتها في حساب التوفير وهنقل بقى من حساب التوفير للجاري مش هاخد فايده، فهي فخليني في حساب الجاري. قلت له انت لازم كده عايز حاجه يوميه، فليه ما تعملش حسابات الجاريه اللي هي فايده يوميه؟ قال لي طب حلو قوي الحقني بيها. فانا في الفيديو ده هكلمك عن اعلى عائد جاري بفايده يوميه في مصر، وهديك ترتيب مختصر بكل العوائد اللي موجوده في البنوك واني احسن عائد بالنسبه للشريحه او الفلوس اللي معاك. فيلا هات كوبايه الشاي بتاعتك كده ونكمل مع بعض بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برحب بكم في برنامج قهوه الاقتصاد، وانا معاكم محمد العسال مقدم البرنامج. لو انت اول مره تشوفنا في البرنامج دوت استاذنك تعملها اشتراك وعلامه الجرس كده تدوس عليه عشان خاطر كل فيديو بنعمله مهم يجيلك بيه نوتيفيكيشن او اشعار. يلا بينا نخش في الموضوع. دلوقتي المشكله باختصار ان عم عادل دلوقتي عنده فلوس موجوده في الحساب. الفلوس ديت هي بتتصرف منها شيكات، يعني هي يعتبر مش هتقعد شهر، ودي مشكله الحساب التوفير. فلازم لازم الفلوس دي تبقى موجوده في حساب جاري، والفلوس دي يتسحب منها شيكات اول باول. في حاله زي دي عم عادل يعمل ايه؟ هنا احسن حل بالنسبه له هو الحساب الجاري اليومي. طب ايه بقى الحساب الجاري اليومي؟ ببساطه هو حساب جاري عادي تقدر تحط فيه وتسحب منه في اي وقت، بس هنا خلي بالك في فرق. الفرق انه بينزل لك فايده على الفلوس دي اللي هي موجوده فيه، والفلوس دي بتنزل يوميا. يعني يعتبر هنا بيحسب معدل العائد يومي، يعني بيشوف فلوس الموجوده في حسابك كام ويحسب عليها معدل العائد. وهنا في نوعين من الحساب ده. ايه النوعين دول؟ نوع يومي ويضاف يومي، ونوع يومي بس يضاف شهري، يعني يضاف اخر الشهر. طب ايه الفرق؟ النوع اليومي اللي هو بتضاف يومي من الاخر، اللي هو الفلوس دي موجوده في الحساب، فبيشوف مثلا انت عندك النهارده مليون جنيه، فبيحسب لك الفايده على المليون جنيه. تلاقي الفلوس نازله لك في حسابك اخر يوم او تاني يوم. عايز بقى تسحب العائد اللي هو بتاع الفايده ده تاني يوم، مش عايز تسحبه تسيبه عشان يبقى متراكم براحتك. وفي بقى نوع تاني اللي هو العائد اليومي بس بيصرف اخر الشهر. هو من الاخر اللي هو الفرق الوحيد ان هو بيشوف الفلوس في الحساب يوم ويوم ويوم ويوم، بعد كده يقعد يجمع الايام دي كلها، وبعد كده ينزل لك اجمالي الفايده اخر الشهر. عم عادل قام سالني فايدته كام يا محمد الحساب ده؟ بص يا عم عادل، معظم البنوك بتمشي بنظام الشرايح. يعني ايه الشرايح؟ يعني انت معاك فلوس كام ويديك فايده على الاساس ده. يعني من الاخر معاك فلوس قليله هيديك فايده قليله، طيب معاك فلوس كتير هيديك فايده عاليه. وفي بنوك تانية يا عم عادل، ودي هنتكلم عنها كمان شويه، ما بتقسمهاش شرايح. يعني انت معاك 5000 100000 مليون 2 مليون 20 مليون كلهم نفس الفايده. والفكره بقى يا عم عادل ان الحساب ده فيه ميزه جامده جدا، ان هو بيديك حته المرونه او السيوله، ان انت تقدر تسحب فلوسك في اي وقت وعليها فوائد كمان، عكس حساب التوفير. مشكله حساب التوفير ان هو بيحسب على اقل رصيد موجود خلال المده، فانت لو قعدت تعمل ايداعات كبيره وشلت الفلوس وقعدت تعمل ايداعات تاني كبيره وقافل الشهر على ايداعات كبيره، في الاخر هو بيشوف اقل رصيد خلال المده، فلو لقاه صفر مثلا في يوم مش هيحسب لك اي عائد، عكس الحساب ده اللي هو بيحسب لك عائد باليوم. طيب العوائد بقى كام؟ خلي بالك انا هتكلم معاك دلوقتي عن كل بنك وشريحته كام، وفي الاخر هقسمها لك اقول لك انت لو معاك من كذا لكذا تحطها في بنك كذا، ولو معاك من كذا لكذا تحطها في بنك كذا. فانا هقسمها لك في الاخر. بس خلينا نمسك الاول البنوك اللي هي القويه في الحته دي وبتدي عوائد عاليه. وهنبتدي باول حساب معانا من بنك اماراتس ام بي دي او بنك الامارات دبي الوطني، وهو حساب كارنت بلس. بنك الامارات دبي هو عامل حساب اسمه كارنت بلس، وقايل لك معاملاتك البنكيه اكثر سلاسه وارباحك في زياده معدلات فايده تنافسيه. طيب خلينا نبص كده، ادي حساب جاري ذو العائد الشهري، وهتلاقي برده حساب جاري ذو العائد اليومي اللي احنا كنا بنتكلم عليهم دلوقتي لسه من شويه. ماشي، هنا فلوس هنا هينزل اخر الشهر. ماشي اهو، تحسب الفايده في نهايه كل يوم على رصيد الاغلاق، وتضاف الفايده لحساب في نهايه الشهر بشرط الا يقل رصيد عن 10000 جنيه. طيب ادي طبعا هو بيديك اخره 4%، فطبعا فوقك منه، احنا مش عايزين الارقام التعبانه دي. طب خلينا بقى حساب الجاري ذو العائد اليومي. طيب العائد هنا اليومي بيقول لك هو ادي يحصل على رصيد اقل حاجه 50000 جنيه كحد ادنى للرصيد. ماشي حلو جدا، والافراد بس ما ينفعش ما ينفعش شركات. ودي القصه اللي هو عم عادل عايزها، خدمه اصدار دفتر شيكات على الحساب، سهوله لوصول اموالك. المهم من 0 ل 50000 مفيش. طب من 50000 المليون 8.5. طب من مليون ل3 10.5. طب احنا من الاخر 20% دي امتى؟ لو انا اعلى من 25 مليون. طيب يبقى كده اول نوع معانا بيدي 20%، بس لازم يكون اكتر من 25 مليون. طب ننزل بقى للبنوك اللي بتدي 19.5%. وهي مين البنوك ديت؟ اول بنك معانا وهو بنك التنميه الصناعيه، والحساب ده اسمه حساب حصاله. ادي بنك التنميه الصناعيه وهو الحسابات الجاريه بيقدم البنك حساب اسمه حساب حصاله. طيب حساب حصاله بقى ده سعر العائد بتاعه السنوي 19.5%، وهو حساب جاري بعائد يومي. يعني الفلوس بتنزل
باليوم. ماشي. سعر العائد هو يحتسب ويرصد يوميا طبقا لرصيد الحساب والفعلي في اغلاق اليوم. ماشي. وبطاقه بقى كمان، ويتم اعفاء اللي هم العملاء الشمول الميل. طيب القصه بقى في ايه؟ القصه ان الحساب ده ما فيهوش شرايح، يعني من اول 5000 جنيه اللي مفتوح بتاخد ايه 19.5%. فده كده ايه اهو قايل لك بدون شرايح. ماشي حلو قوي. يبقى احنا كده اتكلمنا على حساب حصاله بتاع بنك ايه، بنك التنميه الصناعيه ب 19.5%. نيجي بقى الحساب اللي بعده برده ب 19.5%، وهو حساب اليكس اليومي من ايه بنك اسكندريه. الفكره بقى ان الحساب دوت ايه نفس المعدل الفايده، بس الفرق ان هو ايه بدايه ان هو يبتدي يحتسب ال 19.5% من اول 2 مليون ونص. يعني لو تحت ال 2 مليون ونص رصيدك في يوم مش هيحسب عليه اي حاجه. نيجي بقى البنك سعيد معانا. بنك سعيد برضو عامل حساب برضو اسمه ميجا يوم بيوم، والحساب ده ايه ب 19%. يعني احنا ايه نزلنا اهو من 19.5 ل 19%. طيب تعال نبص كده مع بعض على الحساب ده. ادي حساب ميجا ايه يوم بيوم، وادي ايه فلوسك هتزيد مع كل يوم ايه كل يوم مع حساب ميجا يوم بيوم. طيب مهم بقى هنا بقى بص، متاح لعملاء الافراد والشركات الحد الادنى 20000 جنيه، والحد الادنى اللي يحتسب عائد 10000 جنيه. يعني هو عشان يفتح حساب الحد الادنى 20000، وعشان يبتدي يحتسب عائد 10000 جنيه. بس هنا في شرايح. طب ايه الشرايح بقى؟ من 10000 يعتبر 24999 اللي هو 25000 يعني 11.75. طب يبتدي بقى من امتى؟ من اول 30 مليون جنيه. فوق ال 30 مليون جنيه تاخد 19%، تحت ال 30 مليون جنيه ما تاخدش الرقم ده. يعني مثلا الناس اللي هي حاطه 100000 ياخد ال 15.75. فده كده حساب سيء. طب نيجي نخش مع بعض برضو على حساب البنك الاهلي. حساب البنك الاهلي عامل ايه؟ حساب اسمه الاهلي يومي. طب حساب الاهلي يومي ده ماله بقى؟ حساب الاهلي يومي ادي الحد الادنى 500000 جنيه، وعشان يحتسب عائد اقل حاجه 500000 جنيه، وفي بادئ الشرايح من 500000 المليون 11.75، واخره 18.75 اللي هو من كام؟ لو اكتر من 20 مليون جنيه. طبعا لا يوجد مصاريف شهريه، حل نزول الرصيد عن الحد الادنى وكام. ماشي. طيب نيجي معانا بعد كده حساب سوبر كاش اللي هو ايه اليومي بتاع بنك مصر. برضو ده من الحسابات القويه جدا. بس بقى الفكره في ايه؟ ادي بيبتدي يحسب عائد من 100000 جنيه، فمن 100000 ل 500000 ب 11.75. يعتبر ايه؟ يعتبر لو احنا جينا بصينا كده يعتبر ايه الشرايح بتاعته اعلى، لان هنا من اول 500000 ل 2 مليون ب 14.75. فده كده ايه اعلى من البنك الاهلي. فلو ناس حاطه فلوسها في البنك الاهلي وبنك مصر، لا هو بالنسبه له بنك مصر احسن في الحساب اللي هو سوبر كاش جاري يومي. طبعا من اكتر من 30 مليون جنيه ب 18 ونص، هنا كان البنك الاهلي 18.75 من اكتر من 20 مليون. فالبنك مصر كان بيلعب شويه على الشرايح الايه الصغيره، البنك الاهلي بيلعب على الشرايح الكبيره شويه. طيب نيجي بقى معانا اخر حساب معانا، وهو بنك ايه بنك القاهره. بنك القاهره عامل حساب الجاري اليومي بالجنيه المصري. الفكره بقى في ايه؟ ان بنك القاهره عامل من نص لمليون ب 11%، واكتر من 10 مليون ب 18%. فهو ايه؟ فهو اقصى حاجه فيه 18%. حلو قوي. عم عادل بقى مالي ايه؟ طب ما تلخص لي بقى كل القصه دي كده وقول لي ايه احط فلوسي في انهي. بص يا عم عادل، لو معاك من 5000 ل 2 مليون ونص، طبعا ايه خش على بنك التنميه الصناعيه ب 19.5% ومن غير شرايح ولا الكلام ده كله. من اول 2 مليون ونص معاك بقى بنك التنميه الصناعيه والحساب اللي هو بتاع اليكس اللي هو بتاع ايه بتاع بنك اسكندريه اللي هو حساب اليكس اليومي. لو معاك بقى فوق ال 25 مليون عم عادل، وده انا اشك اصلا عشان لو انت كان معاك الرقم ده ما كنتش هتقعد معانا على القهوه دي يعني اصلا، ساعتها يبقى انت احسن لك اللي هو الحساب اللي هو ايه كارنت بلس من اميريتس ان بي دي، لانه ايه بيديك 20%. وفي حاجات على خلي بالك لازم ايه تاخد بالك منها. طب ايه الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها؟ ان الاسعار العائد اللي انا بقوله دلوقتي ده اسعار متغيره، يعني مش ثابته، مش زي الشهاده اللي هي بتقعد ايه بالسنه والسنتين والثلاثه. لا، الاسعار العائد دي اخرها يعني نقدر نقول لو البنك المركزي نزل الفايده ساعتها الاسعار دي هتنزل. في نهايه الفيديو طبعا ايه احب اعرف ايه رايك في الفيديو وايه تعليقك على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دوت، وفي نفس الوقت لو عندك اي مشكله اكتبها لنا واحنا ايه بنحاول نرد على الاسئله اول باول. طبعا لو عندك اقتراحات لفيديوهات ثانيه انت شايفنا ممكن نعملها وهتفيدك خلال الفتره اللي جايه، ممكن ايه تقول لنا عليها، لان الاقتراحات دي احنا بنبص عليها وفي نفس الوقت بعمل لها سكريبت وبصورها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.